السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا في فيديو الشريك بالطريقة الأصلية بطريقة زمان. تابعي الفيديو هتشوفي خطوات وهتشوفي ازاي بينعمل بالطريقة الجميلة دي. طريقة هشة، طريقة قطنية حلوة قوي. شوفي شكله عامل ازاي بعد السوا. تابع الفيديو ان شاء الله تعرفي الخطوات. اللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة. شكله جميل جدا ومشهي. اللي ما عملوش قبل كده لازم يجرب يعمله. معانا هنا المكونات: كيلو من الدقيق، عليهم ذرة من الملح، قطعة من الخميرة، هنفعلها بالسكر، وحبة من اللبن. هنحط كوبايتين لبن او كوبايتين ونص على الكيلو الدقيق حسب الدقيق. دي كوباية من السكر المطحون، هناخد منها معلقة عشان نفعل الخميرة. هنركنها وبعد كده هنشوف بقية المكونات. معانا 2 عدد بيض، معاهم 2 كيس من الفانيليا، هنخلطهم مع بعض. هننزلهم على الدقيق. هننزل كوباية السكر، اللبن ده حسب ما العجينة بتاخد معاكي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات لبن، حسب الدقيق بتاعك بيشرب سوائل ازاي. هنحط البيض وبعدين هنضيف اللبن، هنقلبهم مع ربع معلقة من البيكنج باودر، طبعا ده مع الخميرة برضو. هنضيف اللبن بقى، بس هنضيفه بالتدريج. معانا هنا من كوبايتين ونص ل3 كوبايات لبن حسب احتياج الدقيق. في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق ما بيشربش سوائل. او هنا هنضيفنا الخميرة، ضفنا كوباية اللبن التانية. هنقلب العجينة بتاعتنا كويس ونبتدي نعجن بايدينا. ده نص الكوباية التانية اهو، تالتة بقى، يعني كده كوبايتين ونص. هنقلب العجين بتاعنا كويس اوي ونعجنه. اول ما تحس ان هي عجينة ملزقة كده هنبتدي نضيف المادة الدهنية. معانا كوباية من السمنة على الزيت، دي سمنة بلدي عليها زيت ابيض. هنقلبه كده وندخله في العجينة زي ما انت شايفة كده. تنزلي بايديكي كده وتدخلي المادة الدهنية جوه العجينة. عجينة شكلها جميل، عجينة ملمسها طري، ناعمة جدا. وعجلنا بايدينا، لا عجلنا في عجال ولا في اي حاجة، مش مستاهلة لان العجينة طرية جدا. دي العجينة بعد ما خمرت هنبتدي بقى نشكلها، نعمل كور كده ونركنها لحد ما نقطع العجينة كلها. وبعد كده نبتدي نعرف الشريك بيتعمل ازاي. نخلص الكمية كلها في التقطيع وبعد كده نشوفه بيتلف ازاي وبيتعمل ازاي. تجيبي واحدة كده وتبططيها ما بين ايديكي وبعدين بتلفيها كده لحد ما تبقى عاملة زي الحبلة او الاسطوانة الطويلة كده زي ما انت شايفة كده. بعد كده هناخد الطرف ونمسكه بايدينا ونلف بقية الطرف التاني داير ما يدور زي الحلزونة كده على العجينة. هنعمل واحدة واتنين كمان عشان نشوف الشكل بيبقى عامل ازاي. رغم ان انت بتلفيها بشكل واحد بس بتطلع باشكال مختلفة برضو، سبحان الله. بتلف العجينة كده اهي وتلم الطرف الاخير لتحت. تبرمي العجينة بايدك كده على شكل اسطوانة او شكل حبل طويل كده وبعدين تلفيه.
طريقته سهلة، طريقته سريعة، بس طعم جميل جدا، شكل لذيذ قوي. العجينة ملمسها طري، بعد ما بتتخبز بتبقى هشة وقطنية جدا، عشان البيض اللي احنا حاطينه والبيكنج باودر والخميرة مساعد على الهشاشان بتاعها، مساعد ان هي تبقى حلوة. انا هنا ما بدهنش وش الشريك بتاعي بالبيض، انا بستكفى بالبيض اللي بحطه في قلب العجينة، لان احنا حطينا له طبعا فانيليا جوه العجينة. لكن هنا انا ما بحطش بيض على وش العجين. هنشوف دلوقتي هنحط ايه، هيبقى طعمه لذيذ جدا وجميل، وكمان بيخلي العجينة تتغذى بالحاجة اللي احنا هنحطها ديت، ويخلي طعمها جميل جدا. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك عشان يدعم القناة، واللي اول مرة يشوفنا يشترك في القناة دي. بعد ما شكلناه اهو وخلصناه، شفتي رغم ان كانت اللفة واحدة بس سبحان الله بيطلع باشكال مختلفة. هنا خمر اهو، بعد اللف خمر، هنبتدي ندهنه. هنجيب معلقتين من السمنة الزبدة، عليهم معلقة برضو من الزيت الابيض، سيحناهم كده مع بعض، وهننزل بيهم على العجينة بتاعتنا، ندهنها بيها كده دهنة حلوة. وبعد كده نجيب سكر حبيبات ونرشه عليه. اول ما تحسي برضو ان هي بتتشمع او بتبتدي تنشف جوه الفرن كده، تديها برضو دهنة من السمنة والزيت وتدخليها الفرن تاني، هيطلع معاكي ملمسها جميل. شوفي شكلها عامل ازاي، طرية جدا قطنية. هنا هنجيب بقى عسل ابيض وندهنها بيه علشان تبقى طعمها احلى كمان، وتدي لمعة كمان للشريك بتاعنا. هتشوفي شكلها بعد ما تخلص، شكلها لذيذ، شكلها جميل طبعا زي ما شفتوها في اول الفيديو. جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي. شوف شكله عامل ازاي. طبعا لما بتحط بيض على الوش فبيدي زفارة، في ناس ما بتحبش البيض او بتجزع من البيض، فطريقة السمنة البلدي اللي هي على الوش ديت مع العسل الابيض مع السكر بتدي طعم لذيذ، بتغذي كمان الشريك بتاعك، بتخليه طري جدا. بصي بيدوب حتى وانت ماسكاه في ايديكي. هتشوفي دلوقتي وانا بفتحها هشة وقطنية جميلة من جوه، جميلة جدا. جربوا الوصفة هتعجبك ان شاء الله. دي طريقته الاصلية، بينعمل كده زمان، اجدادنا كانوا بيعملوه كده الطريقة الجميلة دي. ما تحطيش بيض على الوش، حطي عسل وحطي سمنة زبدة فلاحي، هينكه الطعم، هيخلي طعمه جميل جدا. هشة من جوه وجميلة ازاي، كلها خفيفة خفيفة في الاكل وطعمها جميل جدا. العسل الابيض مخلي طعمها حلو قوي. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يعمل لنا لايك للفيديو الحلو دوت. لكم جزيل الشكر. نقول بقى لاخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين، ومناسبه عيد شم النسيم بتاعهم. ده كان فيديو الشريك بتاعنا، الشريك اللي معموله بالطريقه الاصليه، الشريك القطني الهاش جدا، طعم لذيذ وشكل ألذ واحلى بكتير من بتاع المحلات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.